ولولا مصائب الدنيا كما قال أحد علماء السلف لا أقدمنا أو قدمنا على الآخرة مفاليس. سؤال: كم ذنب أذنبناه فسبب الغم في حياتنا؟ كانوا يعلمون أن ذا النون نبي، إذن هو أتقاهم، لكنه ذهب مغاضبا خالف أمر الله في مسألة، فكان التأديب له بأن يجلس في قعر البحر. إذا كان ذنب آدم عليه الصلاة والسلام أنه أكل من الشجرة فخرج من الجنة، كم من ذنب أخرجنا من الجنة في جنة في الدنيا، ومن الجنان أنك ترضى على الرحمن. هناك ذنوب تسبب الغم. لما خرج آدم من الجنة بذنب، عندما ألقي في البحر ذنون بذنب، لأنه ما صبر حتى يوحي الله إليه أيخرج من نينوى أم يبقى. لذلك يا أيها المغموم فتش في سجلات حياتك، في ذنب أنا ما أدري عنه، وذنبي أنا أنت ما تدري عنه، لكن والله أننا نعلم من أين أتينا. أحد السادة التابعين عندما سجن قال: أذكر سببا لهذا الذنب والابتلاء قلت عن رجل إنه رجل سوء من 40 عام. أننا نقول هذه من 40 دقيقة، الله يجزاك خير. وبعضهم قال: حرمت الدمع لأني رأيت عينا تدمع لمسلم يدمع فقلت ليس هذا لله. راح يتدخل في القلوب وبدأ يتهم النيات فحرمه الله السكينة والدمعة والخشية. بعض الناس لديه ذنوب زلزلت السكينة في حياته. أعطيك مثال: قاطع رحم، واحد من الأرحام تقطعه بغير حق يقطعك الله، ومن قطع الله لك أن يسلب السكينة من قلبك، لأن صاحب القطيعة معرض أن يلعنه الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنه الله. واحد متعرض لعنة الله، ألا تصيبه الهموم والأحزان والغم يسكن قلبه. ذنب لنبي وقاس الآلام في جوف البحر في ظلمات 3: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فلما أنه علم أن الله أوحى للحوت ألا يكسر له عظما ولا أن يؤذي له جلدا، علم أنه الابتلاء، انشغل بالتسبيح مفتاح الفرج. لا إله إلا أنت، الكلمة التي هي مفتاح الجنة، التي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. أعظم كلمة قيلت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، الكلمة التي وزنت السماوات وما أضلت والأرض وما أقلت بها لرجحت بهن لا إله إلا الله، ثم سبحه ونزهه، ثم بعد ذلك اعترف بذنبه. هذا الأنين في جوف البحر سمعه الله. يا مهموم يا مغموم، والله إن الذي سمع ذنون يسمع أنينا. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. نفعنا الله وإياكم بصالح الأعمال.